الله، مالك شايل الطبق اللي فوق كده يا جلال؟ حالا هوريها لك يا مرات عمي لما احطها لحضرتك كده في وسط السفرة واحنا قاعدين حواليها، ويكون بقية الضيوف جم عشان نشوفها كلنا مرة واحدة. اه. فعلا فعلا يا جلال يا ابني، لازم كلنا نحتفل بيها مرة واحدة، تمام زي ما بيعملوا كده في تورتة عيد الميلاد. وبعدين نطفي النور إيه؟ ونولع الشمع عشان محدش يشوفها، ونقول ايه. الواد جلال ده ولد كوميديان مفرج قوي. بقول ايه، هو احنا فعلا هنستنى بقية الضيوف لما يجوا يا منيرة هاني؟ لا لا، هو مش قصده على كده يا عناد هانم. الله، امال قصدي على ايه؟ قصده يعني اننا نعملها زي تورته عيد الميلاد. يعني نطفي النور ونولع الشمع، وانا اقطع لكم كل واحد حته، وبعدين نولع النور ونقول هي ونسقف. يا سلام، ايه ده للدرجة دي؟ السمكة دي عجباكوا بالشكل ده لدرجة انكم عايزين تحتفلوا بيها؟ قوي قوي يا درويش بيه، تستاهل اكتر من كده عشان خاطر اللي اصطادها. متشكر متشكر قوي يا منيرة هانم. ايه رايكم بقى، موافقين؟ رأينا في ايه يا منيرة؟ انت بتتكلمي جد؟ وليه لا يا عنايات؟ لا 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 يا درويش، معقولة نطفي النور ونولع الشمع؟ ما ينفعش الا في عيد الميلاد وبس، ولازم كمان في تورته مش سمكة. خلاص خلاص يا عنايات، زي ما انت عايز، بلاش نعملها تورته وخليها سمكة. طبعا بلاش، لان السمكة دي ما تتعملش تورته الا في عيد ميلاد قطة، واحنا طبعا مش قطط. ايوه ايوه والله مظبوط، على رايك يا عناد هانم. وبمناسبة القطط يا منيرة هانم، ايه اخبار القط بوسي بتاعك؟ الاتوبوسي بتاعي؟ هو فين؟ هو فين؟ هو مين ده يا جلال يا ابني؟ القط بوسي بتاعنا، انتوا مش بتتكلموا عنه؟ ايوه، ده انا كنت بسأل عليه، هي اخباره ايه؟ انتوا عارفين طبعا انه اخو القط مش اللي عندي. والله